هنشارككم النهاردة تجربة ولادة خليلة، عشان لو في حد عنده قطة أول مرة تولد يمكن يستفاد من تجربتنا احنا. المهم كنا قاعدين في امان الله هنتفرج على ماتش الاهلي ومش فاكره مين، مش مهم يعني، هو ماتش كان وحش قوي، الحمد لله ان احنا ما شفناهوش. لقينا الارض ملطخه بالدم في كل حته، فايه لقينا خليلة مليانه دم، فخدناها دخلناها الحمام، حطينا لها كراتين تقريبا كده بتولد بقى. اللي احنا قلنا بقى خلاص ده كده ميعاد الولاده. رحت سألت شات جي بي تي على الوقت اللي هي كانت تم تلقيحها فيه، كان يوم 12 ابريل، فقال لنا فعلا هو ده اليوم المتوقع ان هي تولد فيه النهارده. فانا اعتمدت كلامه وقلت خلاص يبقى هي هتولد النهارده. ماشي، دخلناها بقى الحمام، قعدناها في كرتونه، حطينا لها البوتي بتاعها ودخلنا لها اكل، حطينا لها كمان 3 كراتين، مش كرتونه واحده، وحطينا لها ملايه. وطبعا كنا مستشيرين شات جي بي تي وقلنا له نعمل يا شات جي بي تي، قال لنا حطوا لها كرتونه وبطنوها لها بحاجه، وقعدوها في مكان في مكان نوره هادي. ماشي، فاحنا دخلنا الحمام ووطينا الاضاءه ليها. ماشي، المهم سبتها في الحمام ورحت بقى انضف الدم اللي موجود في كل حته في البيت. اصلا ده حاجه غير متوقعه بالنسبه لي، ان انا القطه هتولد هلاقي دم في كل حته. كنتش طبعا فاهمه ايه اللي حصل ده، بس ده طبعا ما طلعش طبيعي، ما طلعش ده العادي اصلا. تمام، سيبناها في الحمام بقى تولد براحتها على اساس ان هي هتولد. ماشي، يعني كل شويه كنا بندخل نطمن عليها، بس ما كانش فيه اي حاجه، لحد ما فجأة لقيناها وهي واقفه كده نزلت كيس مره واحده، كيس لونه احمر كده، واحنا مش فاهمين ايه ده. اهو بصوا الكيس ده، مش فاهمين ايه الكيس ده. المهم ان هو طلع في الاخر ده جنين غير مكتمل، ده يعتبر هي سقطته. فاحنا طبعا فاهمين ان ده خلاص وقت ولادتها، عادي ان القطة تسقط جنين وتكمل بقى تولد الباقي. تمام، فضلنا قاعدين مستنيين ساعة، ساعتين، 3، فضلنا بقى قلقانين طول اليوم، ما ولدتش. حطينا لها طبعا اكل جنبها وشرب وبتشرب عادي وكل حاجة تمام، بس هي ما ولدتش حد. فضلنا لحد تاني يوم على نفس النظام، عشان ندخل ونطلع ما نلاقيش حاجة حصلت، ونلاقيها قاعدة بتاكل وبتشرب كل حاجة طبيعي، ما فيهاش اي حاجة. فبحثنا بحثنا في كل حتة، لقينا كل الفيديوهات بتقول لنا ان لازم نوديها للدكتور، ان هي كده الاجنة اللي في بطنها ماتت لو عدى 24 ساعة عليها، لازم تدخل جراحي. ولقينا بقى كلام كتير. المهم احنا مش فاهمين ازاي مثلا هيبقى عندها مشكلة وبتاكل وتشرب. معروف ان القطط لو فيها مشكلة هي بتوقف الاكل والشرب عشان تفهمنا ان في حوار. احنا في الوقت ده كنا بقينا بالليل ومش عارفين نعمل ايه او نتصرف ازاي. المهم اتصلنا بالدكتور وهو سألنا شوية اسئلة، قال لنا هل هي بتاكل وبتشرب كويس ولا لأ، وهل احنا شامين ريحة تعفن جاي منها او لأ، لان لو في ريحة تعفن ده معناه طبعا ان في اجنة ماتت وبتتعفن جواها. قلنا له لأ، مفيش اي حاجة من دي. فقال لنا نستنى كمان 24 ساعة وبعدها نشوف ممكن نعمل ايه. المهم عدى 24 ساعة واحنا مش عارفين نعمل ايه، وهي لسه ما ولدتش. لحد ما في الاخر خالص احنا قررنا ان احنا لازم نروح نطمن عليها ونعمل لها سونار، على الاقل نطمن الاجنة عايشة ولا ميتة، ولو ميتة هنحتاج تدخل جراحي ولا لا. فنزلنا وديناها العيادة بيطرية، عملنا لها سونار. هنا هي شالت الشعر اللي في بطنها وهتحط لها سائل لزج وتبدأ بقى تشوف بالسونار. المهم ان هي قالت لنا ان خليلة في بطنها 3 اجنة عايشين. انا بجد فرحت جدا بالخبر ده، لان انا خلاص كنت متوقعة بسبب الفيديوهات اللي على اليوتيوب اللي بتقول لو عدى 24 ساعة خلاص الاجنة يعتبروا ميتين. انا كنت خلاص بقى اللي هم ولاد ما فيش بقى اجنة خلاص، وكنت هبقى زعلانة قوي بصراحة، لان احنا بنحب خليلة قوي وعايزين نشوف البيبيهات بتاعتها. المهم السونار توقع ان خليلة هتولد يوم 21/6، فمن يوم 18 بقى وهي عمالة تحضننا وتحضن باستيتا، بجد حنية اوفر رهيبة، مش فاهمين فيه ايه. لحد يوم 19 بالليل قمنا الصبح لقيناها والدة تحت سريرنا.
مختاره مكان تحفه الصراحه، ولا بقى كراتين ولا الجو ده ولا نبطنها، هي اختارت مكانها بنفسها. صحينا لقينا المنظر ده، هي وفي جنبها حد عمال يتحرك كده. احنا اول مره نشوف قطه لسه مولوده، دي حاجه بالنسبه لنا اللي هو يعني حاجه فظيعه. ما كنا كلنا قاعدين عمالين نتفرج عليها. هي عماله بقى، هي فكت لها كيس لوحدها. الجنين اول ما بيتولد بيبقى محاط بكيس، لازم تبقى مركز مع القطه بتاعتك ان انت تفك لها الكيس ده لو هي نست تفكه. فاحنا محتاجناش نعمل كده معاها خالص، هي فكته لوحدها. احنا طبعا حطينا لها اكل جنبها، هي فكته لوحدها وفضلت تنضفه وتهتم بيه. احنا طبعا السونار قايلنا ان هي حامل في 3 أجنة. هي كده جابت واحد، احنا صحينا لقينا اوريدي هي منزله واحد. حرفيا ديلها ده خيالنا، يعني احنا عمالين نقول هي خلفت 2 ولا 1، احنا فاكرين ديلها ده التاني اصلا. فضلت بقى تنضفه حبة حلوين. هي اصلا خليلة بتحب قوي تنضف اي حد حواليها، يعني حتى لو مش ابنها، يعني احنا حتى بس تيتا لازم تفضل تلحس فينا. فتخيل بقى لو ابنها، فضلت بقى تلحس فيه كتير قوي. واحنا بنبص عليها كده لقينا في حد عمال يتفرج عليها كده من جنب السرير من ورا، ومخضوضه يا عيني عماله بتتفرج اللي هو ايه ده، ايه اللي بيحصل ده. يعني شكلها يضحك قوي بجد. هنا كنت بعمل معاها لقاء صحفي بقولها ايه رايك في الخلفه وايه رايك في العيال، وهي عيني تحسها مصدومه ايه اللي بيحصل ده. خليلة جابت البيبي التاني. طبعا انا ملحقتش اصور وهي بتجيبه، عشان احنا اصلا بجد انتوا مش متخيلين الاحساس بالمعجزة ان في كائن بيجيب كائن تاني. لا احساس فظيع، احساس بجد محدش متخيله يعني ايه كائن يجيب كائن تاني. المهم ان في حاجة حصلت بتضحك قوي بقى، يعني بس تيتا لما شافت المنظر ده رجعت يعني اللي هو ايه ده، ايه ده. ما قدرتش تستحمل، يعني هي عماله تتفرج كده عليها. واول ما شافتها بتجيب البيبي التاني وبعدين كلت المشيمه قدامها رجعت، ما قدرتش تستحمل، مصدومه. احنا قلنا بقى خلاص نسيبها تولد براحتها وتقعد تنضف عيالها، واحنا نطلع بقى نقعد برا. لقيناها جايالنا عماله تنونولنا، احنا مش فاهمين في ايه. فروحنا داخلين معاها جوه. تمام، دخلنا قعدنا معاها مش فاهمين هي عايزه ايه. فروحنا طالعين تاني، راحت طالعالنا تاني. ففهمنا كده ان هي عايزانا نقعد معاها. فروحنا بقى رايحين جايبين لها كرتونه، واخدين عيالها حاطينها فيها، واخدينها قاعدينها معانا بره. فضلنا بقى نتفرج عليهم وهم قاعدين في حضنها. في حاجه بقى غريبه حصلت، ان هي ما جابتش 3 أجنة، هي جابت 2 بس تقريبا كده. في حاجه غلط في السونار اللي حصل، بس احنا سألنا شات جي بي تي وقال لنا ان هما كانوا 2 بس في السونار. احنا بعتنا له الصورة 2 بس اللي باينين. المهم دي كانت تجربتنا في اول ولادة لخليلو. لو عايزيننا نعمل فيديوهات تانية عن القطط بقى وهي بتكبر واحنا بنعلمها تعمل حمام في البوتي، الحوارات دي قولولنا.